بصوا بقى جمال قطعة الجبنة عاملة ازاي. بصوا تماسك قطعة الجبنة ده شغل بيت مش شغل مصنع. ودي بقى احسن طريقة تعملي بيها الجبنة الخزين في البيت، وهتفضل معاكي طول الصيف من غير ما يجرى لها حاجة، وتقدري كمان تفتحي مشروع من بيتك وتكسبي منه ذهب. وبما ان كل مرة بعمل لكم فيها الجبنة في حلة ألمونيوم بتقولوا لي بلاش الحلة الألمونيوم وهاتي حلة ستيل افضل، عشان كده جبت لكم اكبر حلة ستانلس ستيل موجودة في السوق من برايتز هاوس. اللهم بارك، سعة الحلة من جوه كبيرة جدا، يعني هتنفع معاكي جدا في العزومات ولو في إطعام. فبصراحة الخامة عجبتني قوي. وتعالوا بقى النهاردة نعمل في الحلة الجميلة بتاعتنا دي أحلى جبنة خزين تكفينا طول الصيف. يلا بينا. هجيب بقى دلوقتي قطعة شاش كده علشان نصفي اللبن. ده كده أول لتر لبن، ده كده تاني لتر. الأفضل إنك تصفي اللبن بشاشة علشان تتأكدي إن هو مفيش فيه أي شوائب. هاتي اللبن من مكان موثوق منه علشان جودة اللبن هي اللي هتديكي جبنة بجودة عالية جدا. وطبعا يفضل لو اللبن اللي هتجيبيه ده لبن جاموسي ويكون كامل الدسم، واللبن ده طبعا مش مغلي قبل كده. لكن ممكن الوصفه دي تتعمل بميكس لبن بقري على جاموسي مفيش مشكله، وممكن كمان تتعمل بلبن بقري برده مفيش مشكله، بس الافضل ان تتعمل بجاموسي. لو مش موجود بنعمل بجاموسي وبقري، دول افضل حاجه. شايفين شكل الرواسب اللي بتطلع من اللبن عامله ازاي؟ عشان كده بقول لكم ان احنا نصفي اللبن افضل بشاش. احنا هنعمل النهارده جبنه خزين، والجبنه الخزين لها نظام في الشغل. اول حاجه بنبتدي بيها بنحط الملح. انا هعمل جبنه خزين زي ما قلت لكم. كيلو اللبن في الجبنه الخزين بياخد 4 معالق ملح، يعني من 3 ل 4 معالق كبار على حسب التخزين. طب احنا هنخزن الجبنه المره دي فين؟ في الشتاء ولا في الصيف؟ احنا هنخزنها في الصيف. فنحط لكل كيلو لبن 4 معالق كبار من الملح. انا هحط في اللبن دلوقتي لكل كيلو لبن معلقتين كبار ملح، وهقول لكم ليه واحنا شغالين. اول حاجه دلوقتي انا عندي تقريبا 12 كيلو لبن، يعني احط لهم حوالي 24 معلقه ملح، بحساب معلقتين اتنين لكل كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده واحد. طب ينفع ان احنا ناكل الجبنه بالكميه الملح اللي احنا حطيناها دي؟ اه ينفع، بس دي هتبقى جبنه طازه بتستهلك اول باول، ما ينفعش ان احنا نخزنها بره التلاجة، ممكن نحطها جوه التلاجة. هنقلب بقى دلوقتي كويس قوي لحد ما الملح يدوب معانا تماما. كل ادواتك قبل ما تشتغلي في اي نوع جبنه لازم تكون متعقمه، يعني ايديكي مغسوله كويس، ادواتك مغسوله ومتجففه ومتعقمه كويس قوي بميه مغليه، علشان الجبنه تطلع معاكي مظبوطه وما يحصلش فيها اي عفن. عندنا ترمومتر حراري بتاع المطبخ ده بنستخدمه، بنقيس بيه حرارة اللبن. أهم حاجة إن إحنا بنوصل لدرجة حرارة اللبن من 35 ل37، دي درجة الحرارة المناسبة اللي هننفّح بيها اللبن. طيب فرضًا أنا ما عنديش ترمومتر ومحتاجة أعمل جبنة، يبقى خلاص هتستغني عن الترمومتر خالص، وهتستخدمي إيدِك، طبعًا تكون إيدِك مغسولة كويس أو لابسة gloves. قيسي الحرارة كده بإيدِك، بتدخّلي صباعِك بس كده جوّه اللبن وتشوفي الحرارة، لو لقيتِ صباعِك مستحمل الحرارة خلاص كده بنوقّف تسخين في اللبن وبنطفي عنه علشان نبتدي نضيف المنفعة. أنا عمومًا هاستخدم الترمومتر بما إنه موجود عشان أوريكم درجة الحرارة المناسبة للتنفيح. بس طبعًا أنتم عارفين إن كمية اللبن كتير والحلة كبيرة، فلازم نقلِّب كده من تحت لفوق علشان ناخد درجة حرارة مضبوطة، لإن لو حطينا الترمومتر جوّه هناخد درجة حرارة عالية، لو رفعناه شوية هناخد درجة حرارة أقل. فعشان يكون في توازن في درجة الحرارة لازم نقلِّب من تحت لفوق علشان نوصل للدرجة المضبوطة. وطبعًا الناس اللي مش واثقة من اللبن اللي هي جايباه وبتخاف عشان اللبن هنا مش مغلي، إحنا هنسخّن اللبن لحد درجة حرارة 75، وبنسيبه في درجة حرارة المطبخ لحد ما يبقى دافي، أو بندخله التلاجة، ودي بتكون بسطرة بسيطة في البيت. درجة حرارة 35 هنطفي النار دلوقتي، لأن طبعًا هو بيفضل محتفظ بالحرارة شوية. إحنا طفينا دلوقتي النار علشان نضيف المنفعة. كل كيلو لبن بنحط له من معلقة لمعلقتين 2 من معالق الأكل اللي إحنا بناكل بيها دي. أنا عاملة تقريبًا 12 كيلو، أنا هاضيف تقريبًا 12 و6 حوالي 18 معلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. 1، 2. باقلِّب بقى بعد ما باضيف المنفعة على طول، والتقليب بيكون بالراحة. باقلِّب كده في جميع الاتجاهات، وبارجع أعكس الاتجاه علشان أوزّع المنفعة بالتساوي على اللبن كلّه، وبعد كده باوقّف اللبن. باسكّن حالة اللبن كده بالمعلقة لحد ما اللبن يبقى ساكن خالص وهادي، وبعد كده بنغطّي عليه وبنسيبه علشان يتجبّن. هنسيب بقى اللبن دلوقتي تقريبًا ساعة لحد ما يتجبّن بالكامل ويبقى معانا قطع متماسكة. وعشان نتأكد إن اللبن اتجبّن بالصورة المطلوبة، بنيجي نفتح على اللبن ونحط صباعنا على اللبن كده، لمّا نحس إن اللبن فصل من جناب الحلة، يبقى كده اللبن اتجبّن معانا كويس أوي. بعد كده بقى بنقطّعه بسكينة لمكعبات أو مربعات بالحجم اللي أنتم شايفينه ده، وبنغطّي على اللبن وبنسيبه كمان لمدة ساعة. كل الحاجات دي بنعملها في درجة حرارة المطبخ. ده كده شكل اللبن بعد مرور ساعة، لازم اللبن يتجبّن معانا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، لازم تبقى قطع الجبنة متجبّنة متماسكة بالشكل ده. بعد كده بقى بنجيب صندوق الجبنة أو أي علبة عندنا مخرّمة،
بتبقى شبه المصفى علشان نصفي فيها الجبنة. ده شكل الصندوق اللي أنا عاملاه عشان الناس اللي حابة تاخد منه screen لو حابة تعمل زيه، هتروح عند أي نجار وتقول له على المواصفات دي أو تورّي له بس الصندوق وهو يعمل لها زيه. بعد كده باجيب بقى الشاشة بتاعة الجبنة، الشاشة بتاعتنا مغسولة ومتعقمة، بنبتدي ناخد خَصْرات الجبنة ننقلها جوّه الشاشة علشان نبتدي مرحلة التصفية. نقل الخَصْرات بيكون بالراحة عشان ما نفقدش البروتين اللي موجود في اللبن ونفقده في الشِّرش. باحاول إن إحنا نعدل كده الشاشة وباقفّل على الجبنة وباسيبها بس نُص ساعة، ما تسيبهاش أكتر من كده عشان الجبنة ما تأستكش معاكِ. بعد مرور النُص ساعة بتكون الجبنة نزّلت جزء كبير من الشِّرش اللي فيها، بسكينة أو بمعلقة بابتدي إن أنا يعني أدّي مجال كده للشِّرش إن هو يخرج، تقليبة بالراحة خالص من الأطراف. كل الحركات دي بنعملها بالراحة علشان ما نهريش الخَصرة اللي معانا. بعد كده باقفّل عليها تاني علشان نبتدي إن إحنا نكبسها بقى علشان تبقى معانا جبنة. باقفّل عليها الشاش وباحط بقى الغطا بتاع الصندوق وبنحط أي تُقل عندنا. وطبعًا قبل ما نقفل على الجبنة بقى ونكبسها بناخد الشِّرش اللي نزل منها اللي كنا حاطين الصينية تحت الصندوق عشان الشِّرش ده اللي هنحفظ فيه الجبنة. حطيت عليها تُقل كده حوالي 5، 6 كيلو وباسيبها من 5 ل6 ساعات لحد ما تتصفى خالص وتتكبس كويس، وبنغلي الشِّرش وبنسيبه يبرد بعد كده. بعد ما عدّى دلوقتي تقريبًا 6 ساعات كانت الجبنة اتصفّت، أنا كنت حاطة عليها تُقل كبير، وتعالوا بقى نقلب الجبنة ونشوفها شكلها عامل إزاي. هنشيل بقى الشاشة اللي عندنا، الشاشة دي لازم بعد ما نخلّص الجبنة على طول تتغسل كويس جدًا وتتنشر في الشمس عشان ما تكوّنش بكتيريا. بُصّوا بقى قطعة الجبنة عاملة إزاي، اللهم بارك ما شاء الله ممتازة، طالعة معانا تحفة، دي أحلى جبنة ممكن تاكليها. إحنا طبعًا الجبنة دلوقتي عاملينها طازة فنقدر ناكل منها كده، بس أنا هاوريكم دلوقتي بقى إزاي نحوّلها لجبنة خزين. بقى الجبنة الخزين ضروري إن إحنا بنلفّها في أكياس زي كده، دي أكياس تلاجة مفتوحة أهي. باخد قطعة الجبنة وباحط الكيس عليها بالشكل ده، وبعد كده بالِف الكيس هنا بقى على الجهة دي وعلى الجهة دي، وباقفّل من هنا، أهو. كده قطع الجبنة جاهزة، وطبعًا الناس اللي حابة تعمل مشروع لازم الجبنة تتغلف كده علشان تحافظ على القوام بتاعها. دي بقى كمية الجبنة اللي طلعت معانا من ال12 كيلو لبن. بُصّوا بقى أنا باخزّن الجبنة في الجرادل اللي زي دي، باشتري الجرادل دي مخصوص كل سنة للجبنة، ودي أكياس اسمها أكياس صفايح بتبقى موجودة في المحلات اللي بتبيع أكياس. باخد بقى الكيس الكبير ده وباحطه جوه الجردل، ده بقى وزن الجردل عشان نفصله من الناتج النهائي 176 جرام هو والكيس. فخلاص إحنا هنحط الجبنة ونوزن بعد كده ونخصم نُص الجبنة كده، بسم الله الرحمن الرحيم. رص الجبنة جنب بعضها وما تسيبيش مسافات. أخدت كيلو ونص من الجبنة دي وعبيتها في جردل صغير وحطيت عليها شوية من الشِّرش بدون إضافة أي حاجة بس مجرد قرون شطة، ودي بقى اللي هتتشال في التلاجة وتتاكل طازة مش هنزود عليها ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. دول 3 كيلو 300 جرام، هنعتبرهم 3 كيلو علشان كان وزن الجردل كيلو كان وزن الجردل 176 جرام، هنشيل 300 وخلاص وهنعتبرهم 3 كيلو، وكيلو ونص يبقى الناتج النهائي 4 كيلو ونص جبنة. طبعًا أنتم عارفين يعني إيه 4 كيلو ونص جبنة طبيعي هنشتريهم من برّه، ده لو طبيعي طبعًا. هناخد بعد كده بقى لترين 2 من الشِّرش دول تقريبًا 8 كوبايات، كل لتر هاحط له 3 معالق، يعني هاحط بالضبط 6 معالق على لترين. بندوب الملح بقى كويس وبنغمر الجبنة بالشِّرش علشان نحفظها فيه. باحب أحط معاها قرون شطة مخللة لمّا الجبنة بتستوي بتدّي لها نكهة حلوة أوي. بُصّوا بقى تقفيلة الجبنة دي أهم حاجة لنجاح الجبنة، لازم نضمن إن ما فيش هوا داخل لها نهائيًا. إزاي بقى بنضمن الحكاية دي؟ بُصّوا هاوريكم الطريقة اللي نقفل بيها. لازم أمسك كده بُصّوا من بداية الشِّرش كده باضغط وآخد أي هوا موجود أطلّعه لبرّه. بُصّوا، باطلّع الهوا برّه، عايزة لمّا أكون قافلة على الجبنة يكون ما فيش أي هوا نهائيًا موجود في الحتّة دي. بُصّوا، أنا قفلت أهو، ما فيش أي هوا خالص. بالِف الجردل أو بالِف الكيس لحد ما يبقى معايا كده، أهو. بُصّوا بقى كده تمام ما فيش هوا خالص نهائيًا إزاي، ولازم الجبنة تبقى غطسانة جوّه الشِّرش، أي جبنة بتطلع من الشِّرش بتعفن. بعد كده باربط، طبعًا لو أنتِ عندِك قفيز بلاستيك اربطي بيه هيكون أحسن لِك. ما فيش عندنا قفيز بنربط عادي رابطة، بس رابطة تكون قوية شوية. كمان ما يبقاش مبلول من جوه، لو مبلول بالشرش ولا حاجه بنحاول ننشفه بمنديل، وش الكيس كمان بنحاول ننشفه عشان ما يبقاش فيه اي عفن موجود معاه. نقفل بقى الغطا كويس، وكده عندي الجبنه الخزين جاهزه. بنحفظها في المطبخ، ما بنحطهاش في التلاجة، بتفضل معانا طول الصيف سليمة، بس اليوم ما نفتح عليها لازم ندخلها التلاجة. طب إحنا نبتدي ناكل منها إمتى؟ أقل حاجة شهر، ويفضل تسيبيها لمدة شهرين وتبدأي تاكلي منها، بتكون بقى الجبنة استوت كويس وبقى طعمها حلو أوي،
واتحوّلت وبقت جبنة دوبل كريم. ممكن آكل منها بعد شهر عادي ما فيش مشكلة، بس مجرّد ما نفتح العلبة دي ونفتح الكيس بتاع الجبنة ويوصل لها هوا، لازم نشيلها زي ما هي كده ونحطها في التلاجة، ولمّا نيجي نستهلك من الجبنة بنستخدم معلقة ناشفة، بنطلّع على قد إمكانياتنا أو على قد احتياجاتنا، ولو اتفضّل مننا ما بنرجّعش نرجّعها تاني في الجردل. أكون قُلت لكم كل المعلومات اللي ممكن تحتاجوها عشان تعملوا جبنة، وكمان الناس اللي حابة تعمل مشروع ده مرجع ليكم، مش هتحتاجوا أي معلومات تانية من برّه. هتوحشوني جدًا لحد الفيديو اللي جاي، مع السلامة.